السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال سنة تالتة عامل إيه؟ خلاص بدأت تخش بقى في الجو المذاكرة بقى والدح واللمضة الحمراء اتنورت ويلا نذاكر والدنيا دي وشغال أنت بتدور على المهم نخش في الموضوع، ما بحبش أرغي كتير. دلوقتي أنت إيه؟ حاولت المرة اللي فاتت تحل في المعاصر وجات لك أو أي كتاب خارجي وما عرفتش تحل. ليه؟ عشان في أفكار موجودة هناك، الأفكار دي أنت ما خدتهاش، ما تعرفش عنها حاجة، فطبيعي مش هتعرف تحل، ده طبيعي. ده طبيعي. طيب دور انا كمدرس المفروض اساعدك ايه ان انا اقول لك الافكار دي. ففي افكار انت مش هتعرف تحلها لو انت تنين، غير لما تفهم ان الافكار دي بتشتغل بالطريقه دي. تعالى بقى ايه نحلها مع بعض. بص يا سيدي، اول فكره عندي لو انا دلوقتي معايا there are two cases of a connecting a zero resistor wire in circuit. عندي طريقتين لما اوصل بيهم زيرو ريزيستنس، يعني زيرو يعني سلك فاضي ما فيهوش اي حاجه. طيب فانا ممكن اوصله اسمبل اند ستريت فورورد اواي، يعني اوصله بالشكل ده. في الحاله دي اللي بيحصل ان السلك متوصل باراليل مع الريزيستنس. طيب وايه اللي يحصل في الحاله دي؟ اللي يحصل في الحاله دي الكرنت طالع من هنا، فيلاقي فيه طريقين، طريق مليان مقاومه والدنيا بايظه فيه وطريق فاضي خالص. هو يعني بالعقل كده يمشي فين؟ هيمشي في الفاضي. طب ودي مالهاش اي ترتيب ولا كانها في الدنيا ومش هيعبرها خالص. شكل تاني شكل تاني اهو، لو انت لقيت ريزيستنس ولقيت ان خلاص الغيها خالص والكرنت يمشي هنا خالص، يعني كانها مش موجوده بس خلاص. ماشي. طيب ناخد ايه اكزامبل، حاجات انت ممكن تبص عليها ما ما تاخدش بالك. اهو بص، شايف اهو في سلك اهو، السلك ده يعمل ايه؟ السلك ده بص كده، الاثنين دول مع بعض هيبقوا ايه؟ سيريز صح؟ هيطلعوا لي واحده صح؟ هيطلعوا لي واحده. الواحده اللي هتطلع دي، الواحده اللي هتطلع منهم دي هتبقى ايه؟ هتبقى باراليل مع السلك ده صح؟ طيب واحنا لسه قايلين ايه؟ اي سلك باراليل مع ريزيستنس بنشيل الريزيستنس، فدول مش موجودين خالص. فيبقى انت معاك الايه؟ الدايره الايه؟ دول بس، فيبقى ده مع ده هم دول بادئين من نفس النقطه. هنا عندي نفس فدول باراليل، تجيب الايكويفالنت بتاعهم مع ده سيريز وشكرا وخلصنا ايه؟ الايه؟ الموضوع بتاع الفكره دي. فاهو هجيب الاثنين دول بارل اهو، 9 دي 9 ودي 18، هنجيب هيطلع ب 6. بعد كده ال 6 مع ال 4 سيريز يطلع لك ب 10 وبس كده خلصنا. ناخد فكره تاني هنا برضو، هتلاقي بص كده احنا طلعنا من هنا صح؟ دي طلعت من هنا ودي طلعت من هنا. طيب وانا مشيت الدنيا دي كلها وصلت هنا، وانت برضو وصلت لنفس النقطه، يعني احنا بدانا من عند نفس النقطه وانا مشيت من غير ما تقابلنا اي ريزيستنس ورحت لنفس النقطه. فده معناه ايه؟ معناه ان السلك ده بارلل مع الايه؟ مع الريزيستنس دي. طيب في الحاله دي تعمل ايه؟ خلاص شكرا مع السلامه. طيب ودول خلاص، ده كده انت بتضم السلك ده خلاص، فدول وكانهم كده بادئين من نقطه واحده، يبقى دي مع دي هيبقوا ايه؟ بادئين من نفس النقطه وبينتهوا عند نفس النقطه، فدول مع بعض هيبقوا بارلل، نجيبهم عادي بقانون البارلل فيطلع ب 6. تمام يا كبير؟ تمام يا كبير. فانت لازم لما تخش في اي سيركت حاول الاول تشوف هل في اسلاك ولا لا، هو الاسلاك دي متوصله بارلل ولا سيريز. طب افرض موصله سيريز، تعالى بص كده معايا، بص كده، في حاله انها متوصله كومبلكس بالشكل ده فانت مش هتعرف تظبطها. بص يا سيدي، انا اهو سلك اهو صح؟ السلك ده كده، امسك النقطه دي مع النقطه دي وضمهم مع بعض، والنقطه دي مع النقطه دي وضمهم مع بعض، فيبقى شكلهم عامل ازاي؟ يعني بص كده، هيبقى النقطه اهي، النقطه دي اهي اللي انا هسميها واي اهي، طالع منها ايه؟ طالع منها ريزيستنس دي صح؟ اهي 20، يبقى دي ريزيستنس اهي 20 ماشي، وطالع منها ايه كمان؟ خلاص هي بقت النقطه دي هي نفسها النقطه دي، فانا اقدر اقول النقطه دي هي نفسها صح؟ لان دول بقى نقطه واحده، فدي طالع منها ايه؟ طالع منها ده وطالع منها ده. ده بكام؟ ب5. طيب وده ب 12 صح؟ بعد كده دول متوصلين ب ال 12 دي متوصله باكس، هسمي النقطه اكس. طيب والخمسه متوصله بالسلك، السلك خلاص احنا قلنا ده ضمناه مع بعض بقى نقطه واحده، فده برضو اكس، فده برضو رايح باكس. طيب وده وصل بالنقطه دي اللي هي برضو اكس. خلاص ملاحظ حاجه؟ الثلاثه دول مع بعض ايه؟ بادئين من نفس النقطه وناهيين عند نفس النقطه، يبقى نستخدمهم بقانون الباراليل. خلاص شكرا كده تطلع ايه؟ ب 3. تمام. تعالى بقى ايه ناخد شكل ايه اعقد شويه. الشكل يعني بتشوفه كده انت مش هتعرف تجيبها لا باراليل ولا سيريس ولا اي حاجه، فانت لازم تبسطه الاول. طيب هنبسطه ازاي الشكل ده؟ شايف النقطه دي؟ هنسميها واي مثلا،
ودي هتبقى باسمها واي برضه، صح؟ ايوه. وادي البطاريه بتاعتي. طيب البطاريه دي يا شباب لو بصينا كده ادي البطاريه اهي، دخل عليها هنا في نقطه اهي، دخل عليها ايه؟ دخل عليها ال 12 اهي، ال 12 ركز معايا كده، دي ال 12 ها، ومن الناحيه الثانيه هنا في 4 صح؟ كلام مظبوط. طيب تعالى بقى من الناحيه دي، من الناحيه دي اللي هي النقطه دي، النقطه دي هلاقي نفسي ايه؟ هلاقي نفسي النقطه دي طالع منها ايه؟ اول حاجه ال 3 طالع هنا، خلاص دي 3 ماشي، يبقى طالع منها 3. طب والنقطه دي طالع منها 2 صح؟ وواحده متوصله بال 12 اهي طيب وايه كمان؟ لا يعني احنا بنبدا من النقطه دي، واحده متوصله بال 12. انا كده هرجع لنفس الشكل، تعال نعيدها تاني. بص كده، بص كده، ده ال 12 صح؟ تعالى كده، بص يا سيدي، ادي النقطه دي هي نفس النقطه دي صح؟ طب تعالى نطول السلك كده، هيطلع منها ال 12. طيب اهي ال 12 اهي، وصل لها السلك ماشي. بعدين هيجي دي طالع منها 3، ادي ال3، وطالع منها ال6، ما الواي اهي طالع منها 6، ادي ال6 ماشي. بعد كده دول بيتوصلوا ببعض من فوق. طيب عشان نرسم الشكل افضل تعالى نرسمه هنا بشكل تاني اهو. يبقى ادي البطاريه اهي، بص معايا ركز معايا بالراحه خالص، ادي ال 12 اهي، وادي ال4 اهي. النقطه اللي هي سميناها واي، النقطه واي دي هيطلع منها ايه؟ هيطلع منها سلك يروح لل 12 على طول، وهيطلع منها سلكين، السلك اللي بتاع 3 والسلك بتاع ايه 6، ال3 وال6 صح؟ وبعدين الاثنين دول توصلوا ببعض تاني، فهم توصلوا ببعض تاني، بعد كده راح كملوا وراحوا للايه؟ لل4 بس خلاص. تعالى هنا ايه، وصل ال4، وصل ال4 هنا، وصلوا ال4 هنا اهو، وصلوا ال4. ايه يا جدعان؟ ادي ال4 هنا ماشي كده. انت هتعرف تحل ليه؟ دول مع بعض، دول مع بعض، دول مع بعض ايه؟ دول مع بعض بارل، 6 و3 بارل، يعني الاتنين دول يطلعوا لي 2. عرفت ازاي؟ ان واحدة نص التانية، خلاص يبقى تلت الكبير، تلت ال6 2، خلاص شكرا. طيب بعد كده دي الاتنين مع ال4 هيبقى سيريس، يبقى دول مع بعض كام؟ 4 و2 6. طيب ال6 مع ال12 بادئين من نفس النقطة ولا هنا عند نفس النقطة، يبقى دول بارل، ودي 6 نص ال12، يبقى تلت الكبير تلت ال12 4، يبقى ب4 ماشي. تاني الجزء ده عشان برضو ايه تبقى فاهم انت بتحل الحاجات دي ازاي. بص يا سيدي، انت لما تلاقي شكل بالشكل ده هتفكر ازاي؟ هتمسك البطاريه، الكومبوننت بتاعتك مين؟ بطاريه اهي، تروح تحطها هنا، بعدين بتوصل بيها البطاريه، بتوصل بيها 2 فرع اهو اللي هو ال 12، وفرع اهو اللي هو ال4. طيب جميل جدا. نيجي للنقطه دي، النقطه دي خلاص هنسميها نقطه واحده، هي واي، هي واي. فهنا طلع في نقطه اسمها واي، النقطه اللي اسمها واي بيطلع منها كام سلك؟ في سلك طالع منها رايح لل 12، وفي سلك طالع منها رايح لل3، وفي سلك رايح منها رايح لل6. طيب وبعد كده دول بيتوصلوا ببعض، وبعد كده بيروحوا لايه؟ لده. فانت كده عدت رسمه الدايره، دول باينين ان هم بارلل، بعد كده دي معاهم سيريز، بعد كده دي معاهم بارلل، تجيب الحاجه ماشي. طيب تعالى بقى ايه الفكره الثانيه. عندي كيسز where we cancel او remove the ايه resistor. اول حاجه قلت لك احنا بس هنا closing the ايه switch، هنا في حالات السويتش بقى، حالات الايه السويتش، لان خلاص انت فهمت السلك صح. طب انا ممكن اجيب لك السلك ثابت، وممكن احط لك فيه سويتش، السويتش ده انا العب فيه، ممكن اخليه يبقى ستريت واير، وممكن اخليه مفتوح، يبقى خلاص الدايره ما ايه مفيش كارنت هيمر هنا. طيب فتعالى ايه في الحاله بالشكل ده، شايف انت كده اهو، هو دلوقتي المفتاح مفتوح مقفول، سويتش كلوزد، فهل الكارنت يمشي هنا ويروح كده ويجي كده ويروح كده؟ يعني دول ما لهمش لازمه. فاهم الفكره؟ نفس الفكره السويتش هنا، السويتش هنا ممكن يبقى مقفول خلاص، يبقى احنا رجعنا للحاله بتاعه الستريت واير، لا يبقى في الحاله دي نبقى ايه نلغي دي، بنلغي الايه ريزيستنس ماشي. طيب
في حاله بقى السويتش متوصل ايه سيريز مع مين؟ مع الريزيستنس. في الحاله دي احنا برضو ايه بنلغي الريزيستنس، بس لازم يكون المفتاح اوبن. المفتاح ايه اوبن. يبقى تاني المفتاح لو كان اوبن ومعاه اي دايره اي سيركت او اي ريزيستنس متوصله معاه سيريز، في الحاله دي احنا ايه بنلغي البرانش ده كله. طيب في حاله ان هو ايه اوبن. طيب في حاله ان هو كلوزد فاحنا بنلغي اللي متوصل معاه بارل. خلاص يبقى تاني في حاله ان المفتاح متوصل كانه في ستريت واير، في الحاله دي لو هو متوصل سيريز فبيلغي البرانش لو هو اوبن، ولو متوصل بارل فبيلغي الفروع دي كلها في حاله ان هو ايه كلوزد. ماشي. طيب تعالى هنا نفس الفكره احنا قلناها فوق. هنا برضو خلي بالك الحاله الرابعه اللي احنا ممكن نلغي فيها ريزيستنس، انا قلت لك كل الحالات اللي فاتت دي احنا بنلغي فيها ريزيستنس. ماشي. الحاله الاخيره في حاله ان ايه ان الاكس والواي لقيتهم هما الاثنين ليهم نفس الايه البوتنشال. يعني ايه الكلام ده؟ هو ايه اللي بيخلي الكرنت يمر؟ ان في بوتنشال ديفرنس، في حاجه كبيره وحاجه صغيره فالكرنت بيروح من الكبير للصغير. طب افرض هما الاثنين اللي زي بعض خلاص مفيش كرنت هيمر، وهو ده اللي بيحصل. ففي حاله انت لقيت ان البوتنشال هنا ونفس البوتنشال هنا خلاص الريزستنس دي بتتشال وبعدين بتشيلها كانها مش موجوده وتحط الريزستنس كده. طيب في طريقه اقدر اعرف منها ان ده بيساوي ده امتى؟ لما تلاقي الريشيو هنا هي نفس الريشيو هنا، يبقى في الحاله دي اقول ده هنا الريشيو هنا نفس الريشيو هنا بتاعت الريزستنس هنا هي نفس الريشيو بتاعت الريزستنس هنا، خلاص يبقى دول ايه نفس الايه البوتنشال. بص معايا كده بيقول لك ايه find the voltmeter في in the following cases. عايز قرايه الفولتميتر في الحالات الثلاثه دول. بص يا سيدي اول حاله بيقول لك ايه key 2 closed and key 1 open. طيب key 2 closed يعني ده اتقفل وايه وده مفتوح زي ما هو. طيب في حاله ان ده مفتوح ايه اللي بيحصل؟ خلاص السلك ده ولا كانه ليه لازمه، لكن معايا ريزيستنس الاثنين دول بارل. طيب ده مع ده بارل نصهم كام هم قد بعض؟ نصهم 15. خلاص ال 15 مع ال 30 يبقى 45. يبقى دي اول ايه اجابه. طيب جبنا ايه الريزيستنس، هو بس عايز الفي. طيب عشان اجيب الفي محتاج الاي اللي هتخش هنا صح؟ طب اجيب الاي ازاي؟ يبقى هنقول 90 اوفر 45 هتطلع ب 2. طيب جبت الاي خلاص يبقى الاي اللي هتخش هنا بكام؟ ب 2. 2 تايمز 30 انا عايز الفي، ما الفي بتساوي اي ار صح؟ طيب يبقى 2 تايمز 30 تطلع بكام؟ 2 تايمز 30 هتطلع ب 60. طيب انت يا مستر لكلكتني في السؤال ده. فعلا لكلكتك انت يا مستر عشان انت راجل ذكي فانت بتحلها بسرعه، انما انا لو راجل غبي مش هعرف احلها بسرعه زي كده. فهمني ازاي افكر ارجوك يا مستر، فهمني ازاي افكر. حاضر يا شاي هفهمك ازاي تفكر. بص يا سيدي هو اول حاجه عشان تفكر صح شوف هو عايز ايه. هو قال لي انا عايز قرايه الفولتميتر. تاني حاجه تروح تبص على الايه الفولتميتر موجود فين. بص على الفولتميتر موجود فين. الفولتميتر موجود هنا على الريزيستنت اللي هي بكام؟ ب 30. طيب فانا دلوقتي عشان اجيب الفي دي محتاج ايه؟ محتاج الاي والار. طيب سيادته مديني الايه الار باقي لي مين؟ باقي لي الاي. فانا لو جبت الاي حليت كل مشاكلي. طيب الاي عشان اجيبها محتاج ايه؟ محتاج الفي الكليه والار الكليه. انا معايا الفي الكليه ب 90 معايا الاي ايكوال الفي بي اوفر الار ايكويفالنت صح؟ انا معايا الفي بي اللي هي ايه ب 90 محتاج الايه دلوقتي؟ الار ايكويفالنت او الار توتال. طيب عشان اجيبها اعمل ايه؟ هروح ابص. انا هنا قال لي الحاله الاولى قال لي كي 2 كلوزد اند كي 1 اوبن. لما ده كلوزد وده اوبن يبقى عندي كام ريزيستنت؟ السلك ده ولا كانه مش موجود. خلاص يبقى معايا الاثنين دول بارل. 30 مع 30 بارل يبقى نصهم كام؟ 15 بلس 30 يبقى 45. كده انا جبت الايه الار ايكويفالنت. بس بتعوض الار ايكويفالنت يبقى انا عندي الفي بي ب 90 اوفر 45 هتطلع لك ب 2. جبت الاي ب 2 خلاص يبقى الفي هتبقى 2 تايمز الار اللي هي ب 30 تطلع لك بكام؟ تطلع لك ب 60 فولت. ماشي. بس يا سيدي ده الطريقه اللي انا بفكر فيها. طيب تعالى بقى ايه الطريقه اللي ايه البي بيقول لي كي 2 كلوزد اند كي 1 اوبن. تعال نمسح بقى عشان ايه نبدا على نظافه. بص يا سيدي دلوقتي ايه لما كي 2 كلوزد الراجل ده كلوزد خلاص زي ما هو
بس ايه اللي حصل؟ قال لك كي 1 ايه برضو ايه؟ كلوزد. في حاله ان كي 1 كلوز، لاحظ حاجه ان هنا ده ستريت واير اهو اتكمل اهو، وفي اتنين معاه بارل، خلاص الاتنين دول مع السلامه، الكرنت مش هيمشي فيكم. الكرنت بيحب الطريق اللي هو ايه؟ نضيف كده وايه ما فيهوش اي ريزيستنس. طيب يبقى لك كده انت عندك ايه؟ نفس الطريقه اللي احنا عملناها المره اللي فاتت. هو برضه عايز الفي، برضه عشان تبقى فاهم، هو برضه عايز ايه؟ الفي. في الحاله دلوقتي احنا عايزين الاي الجديده، والاي الجديده عشان نجيبها برضه نفس القانون، الفي بي على الار ايكويفالنت، صح؟ فانا محتاج برضه الار ايكويفالنت الجديده. في الحاله دي لما دول راحوا مع بعض اتبقى لي 30 بس، يبقى الفي بي 90 اوفر 30 تطلع لك بكام؟ يطلع لك ب 3. يلا يبقى الفي هتبقى 3 تايمز 30 اللي هي الار، يبقى معاك 90. يبقى تاني انا فكرت ازاي؟ تاني هي الفكره كلها هو عايز قرايه الفي. طيب انت عايز الفي بجيبها ازاي؟ الاي في الار ثابته ب 30، محتاج الاي في الحاله الجديده عشان اجيبها يبقى في بي على الار ايكويفالنت. طيب الار ايكويفالنت اجيبها ازاي؟ لقيت ان انا سلك، خلاص يبقى طيرت دول، اتبقى لي دي بس، عوضت بيها، عوضت عن الفي بي، جبت الاي، وبعد كده جبت الفي. دي اليونت بتاعتها بتبقى امبير، ودي اليونت بتاعتها فولت. طيب تعالى الحاله الثالثه. الحاله الثالثه ايه اللي حصل؟ الحاله الثالثه بيقول لك ايه؟ يقول لك ان انا عندي الكي 2 اوبن عندي كي 1 كلوزد. نفس الفكره برضه، انا عايز مين؟ عايز الفي. طيب الفي بتساوي ايه؟ الفي بتساوي اي ار. الار ثابته، محتاج الاي عشان اجيبها محتاج مين؟ محتاج الفي بي اوفر الار ايكوفالنت. طيب ايه اللي حصل هنا؟ تعال نشوف الار ايكوفالنت حصل لها ايه. بص يا سيدي، انا عايز الايه؟ الكي 2 اوبن. لما دي اوبن، واو اوبس، شكرا، ده المفتاح جنب الباتري. ايه يعني؟ يعني ازاي؟ المفتاح ده اللي الكرنت اصلا اول حاجه بيشوفها المكان اللي جنب الباتري، فلما الاقي سويتش مفتوح شكرا مش هيطلع اصلا، فبالتالي الاي بي زيرو، ولما الاي بي زيرو يبقى الفي برضه بزيرو. شكرا مصر، خلصت المساله. نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لي in the opposite circuit the equivalent resistance when the switch is opened is، يبقى هو عايز ايه يا فندم؟ عايز الايكوفالنت ريزيستنس امتى؟ لما السويتش اوبن. طيب بالراحه معايا، السويتش ده اوبن وهو متوصل ايه؟ سيريز مع مين؟ مع ال 12، يبقى خلاص الفرع ده شكرا مع السلامه، الكرنت مش هيمشي فيه لانه هنا ايه؟ في طريق مفتوح كده، في ايه؟ حفره كده مش هيعرف يعدي منها. طيب يتبقى لك مين؟ يتبقى لك ايه؟ الطريق ده كله، بس خلي بالك فيه سلك هنا. طيب احنا قلنا لما نلاقي سلك بالشكل ده ضمه كده، بص ضمه كده. لما تضمه كده هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى شكله عامل كده، بص كده، ضمينا اهو الاتنين دول ضميناهم، ودي خلاص اتشالت، فتبقى الشكل ده كأني ضميتهم كده، ماشي؟ طيب فهتلاقي الاتنين دول هم الاوائل، وهتلاقي دول هم اللي في الاخر، ودول اللي ما بينهم متوصلين نقطه كده مع بعض، نفس النقطه. طيب نلاحظ حاجه، الاثنين دول بارل والاثنين دول بارل. طيب دول يطلعوا لي 12، ودول برضه هيطلعوا لي 12. لا مستحيل يطلعوا لي 12، مستحيل يطلعوا لي 12. لا ده هم ده كله مع بعض 12 دول. انا شفت الاجابه على طول. لا هم المفروض دي 6 ودي 6 مع بعض يطلعوا 12. طب ليه انت يا مستر قلت ان هم مستحيل يطلعوا لك 12؟ لان دي ب10، واحنا عارفين ان المفروض لما يكون عندي اي ريزيستنس متوصلين بارل، المفروض الايكوفالنت بتاعهم لازم تكون اقل من اقل ريزيستنس فيهم، فدي 10، فالمفروض تبقى اقل من 10. تمام؟ انا لاحظت هنا بقول لك 12، فانا قلت يمكن هي دي الاجابه ال 12. لا ده هم مجموعهم على طول، فدول هيطلعوا لي 6 ودول هيطلعوا لك 6، لما تجمعهم على بعض يديك 12. ماشي؟ طيب نخش على فكره جديده. بص يا سيدي، دلوقتي هنا بقى بيقول لك ايه؟ figuring out the connection type in the ايه circuit or finding the ايه resistance. في النوع ده من الاسئله هو بيديك شويه resistance وممكن يديك شويه امبير، يديك مثلا الكرنت بتاعهم، او يديك الفولت بتاعهم، او يديك الباور بتاعهم. المهم في الاخر يقول لك ارسم لي الدايره دي هتبقى شكلها عامل ازاي.
تمام، يرسم لي الشكل دي عامل ازاي. يعني مثلا انا مثلا عايز اصمم وبقول لك اعمل حاجه، انا عندي شويه كذا وانا عايز في الاوضه دي تبقى ريزيستنس كذا ويبقى يخش لها كارنت كذا. المفروض توصلهم له دول على بعض ازاي؟ هتوصلهم بارل ولا سيريس ولا ايه الطريقه اللي انت ايه تنفع توصلها بالطريقه دي؟ طيب هنا انت بتفكر ازاي؟ انت دلوقتي ده شغل هندسه كده انت راجل بتفكر كمهندس كانجينير. بتعمل ايه بقى؟ if the current intensity path through two or more resistor is the same، في الحاله دي اللي يحصل then they are in series. يعني لو انت بصيت على الريزستنس اللي هم ادوهم لك وبصيت على الكرنت اللي داخل فيهم ولقيت الكرنت اللي ماشي هنا هو نفس الكرنت اللي ماشي في دي مثلا، يبقى اكيد الاثنين دول متوصلين سيريز، لان في حاله السيريز بيكون الكرنت كونستنت. طيب المعلومه الثانيه بيقول لك if the potential difference across the terminals of two or more resistors is the same، في الحاله دي ايه اللي يحصل؟ then they are in parallel. يعني ايه؟ لو لقيت اي ريزيستور او اتنين او تلاته او اكتر من تلاته لقيت ليهم نفس البوتنشال ديفرنس، فده معناه ان هم متوصلين باراليل. ما احنا قايلين ان في حاله الباراليل بيكون البوتنشال ديفرنس بيكون كونستانت. طيب يا سيدي تعال ناخد مثال عشان ايه نثبت الكلام ده. بيقول لك ايه 3 ريزيستور with value 1 3 6 ماشي، were connected to an electric current source and the electric current passing through each resistor were كذا وكذا وكذا. طيب بص هي دي المفروض متشقلبه كده، هي البربون شقلبه، هي المفروض 6 بعد كده 3 بعد كده 1 ماشي، فدول متوصلين بهم بالشكل ده. فال 0.1 ده دخل في الايه؟ في الرقم ده، وال 0.2 دخل هنا، وال 0.3 دخل هنا. طيب ريسبكتيف بيقول لي بقى illustrate with a diagram، يعني وضح باستخدام الدياجرام بالرسم يعني how these resistors are connected. then calculate التوتال ريزيستنس اوف ذا الكتريك سيركت، وبعدين احسب الكتريك سيركت. طيب واحده واحده، انت بتشتغل ازاي؟ بتشتغل انت بترسمهم كده فوق بعض، ترسمهم فوق بعض كده يعني ادي 6 وتحتها 0.1، بعد كده 3 وتحتها 0.2، بعد كده 1 وتحتها 0.3. اسال نفسك سؤال، هل في 2 ريزيستور متوصل ليهم نفس الكرنت؟ لا، خلاص يبقى مفيش حاجه منهم متوصلين سيريز. طيب السؤال الثاني، هل في بوتنشال زي بعض؟ ما انا ما اعرفش. طب تعالى نحسبه من الاول، نحسب البوتنشال بتاع كل واحده وبعد كده نتفاهم. البوتنشال هنا 0.1 تايمز 6 تطلع لك 0.6. طيب 0.2 تايمز 3 تطلع لك 0.6. 0.3 تايمز 1 يبقى 0.3. ملاحظ حاجه؟ ملاحظ ان دي ليها نفس البوتنشال بتاع دي، يبقى اكيد الاثنين دول متوصلين بارالل، بوصل لك بال10 لانهم نفس البوتنشال ديفرنس. طيب يبقى الاثنين دول اللي هم ال3 وال6 دول متوصلين بارالل، ادي ال6 ولا ال3. طيب تسال نفسك سؤال هنا، الثالثه دي متوصله معاهم بارالل ولا متوصله معاهم سيريز؟ هي مستحيل تبقى بارالل يا مستر. طب ليه؟ برافو عليك جدع. ليه مستحيل تبقى بارالل؟ لانها مش نفس البوتنشال ديفرنس، يبقى اكيد هي سيريز، ما عنديش حل ثالث. خلاص يبقى هي سيريز. طيب تسال نفسك سؤال، ايه السؤال؟ دلوقتي انا عايز اتاكد هل هي فعلا ال1 دي معاهم سيريز ولا لا. دلوقتي المفروض دي بيخش فيها كارنت كام؟ ال6 كان بيخش فيها 0.1. طب ودي كان بيخش فيها كارنت 0.2. طيب المفروض الطبيعي الاثنين دول هيصبوا فين؟ هيصبوا هنا صح؟ فلما اجمعهم المفروض يطلع لي الكارنت اللي مشي هنا. طيب لما اعمل 0.1 بلس 0.2 تطلع لك 0.3. طيب 0.3 هل هي فعلا اللي بيخش في ال1 دي؟ يبقى فعلا صح كلامك مظبوط، هي فعلا متوصله معاهم سيريز، لان مجموع الكارنت اللي بيطلع لها بيساوي مجموع الكارنت اللي هو اصلا قايل لي عليه. بس يا سيدي انت كده حليت المشكله. طيب هو قال لي برضو احسب لي التوتال ريزيستنس. حاضر يا سيدي، انت جيت في جمل. يا سيدي ادي 3 دايما هي نص ال6، فتلت الكبير تلت ال6 2، يبقى دول كده على بعض ب2. ال2 بلس ال1 لان هم سيريز تطلع لك ب3 بس خلاص. شكرا مصر، يبقى تطلع ب3.
طيب بعد كده في مسائل equation problems يديك دي برضو من الافكار. يقول لك لو انا وصلتهم بارل كان حصل ايكوفلنت كذا، ولو وصلتهم سيريز كان بيحصل كذا. المهم القصه دي كلها هي الغاز اللي هي ايه بتحلها سولفنج ايكويشن، بتحل معادلات، بترص معادلاتك وبتحلها مع بعض. هم يعني معادلتين بالكتير ماشي. طيب ازاي بنحل المعادلات دي؟ ان انت بتكريت ذا ايكويشن فور اتش كيس، تعمل معادله لكل حاله. بعد كده سبستيوت 1 ايكويشن انتو ايه انذر، يعني تجيب واحده منهم تخلي فيها المجهول بتاعك لوحده في طرف، بعد كده المجهول ده تعوض بيه في المعادله الثانيه وتحل المعادله شيفت سولف، خلصت المساله. ده التفكير اللي بتفكر فيه، اكتبها بس عندك. تعالى ايه هوريك بالمساله. بص يا سيدي بيقول لي ايه تو ريزيستور وير كونكتد ايه ان سيريز جيفنج توتال ريزيستنس اوف كذا. وقف الفيديو وحاول تحلها لوحدك كده ونشوف هنحلها مع بعض ازاي. دلوقتي هو بيقول لي ايه لما انا وصلتهم كونكتد ان سيريز كان بكام؟ ب 25. هم كام واحده؟ هم 2، يعني ادي واحده وادي الثانيه. لما وصلتهم مع بعض ان سيريز كان التوتال بتاعهم كذا، فسمي دي واحده ار1 وواحده ار2. ما انا ما اعرفهمش، يبقى معنى كده ان ار1 بلس ار2 ايكوال كام؟ ايكوال 25. كلام جميل. بعدين when they were connected in ايه؟ in parallel. ايه اللي حصل؟ the resistance was 60. طيب لما توصلهم parallel انت كده، لما توصلهم كده ماشي، ايه اللي حصل؟ ادي ار1 وادي ار2، كان التوتال بتاعهم كام؟ 60. طب انت المفروض بتجيبهم ازاي؟ بقول ار1 تايمز ار2 برودكت على السم اوفر ار1 بلس ار2، المفروض كان يطلع لك ب 60. ماشي يا سيدي، كلام جميل. طلباتك قال لي انا عايز الفاليو بتاع اتش ريزيستور. طيب بالراحه خالص، انا بفكر ازاي؟ زي ما قلت لك هتجيب لي واحده منهم لوحدها في طرف، وليكن ار1، يبقى ار2 معموله بلس تروح الناحيه الثانيه ماينس، يبقى على كده معايا على طول ان الار1 ايكوال 25 ماينس الار2. طيب بعدين تمسك الار1 دي وتروح تعوض بيها ايه؟ تعوض بيها هنا وتعوض بيها هنا ماشي. فيبقى معاك عامله ازاي؟ بص كده ركز معايا. يبقى معايا 25 ماينس ار2 كل ده تايمز ار2، وتحت هنا هنعوض ب 25 ماينس ار2 بعد كده بلس ار2. نلاحظ حاجه ان الار2 هتروح مع ار2، ده كله ايكوال 60. بس يا سيدي هتلاقي ان خلاص ار2 دي راحت مع ار2، يبقى لك الايكويشن كلها ما فيهاش غير ايه؟ غير ار2 واحده بس، تعرف تحلها شيفت سولف وتجيبها. فلما تحلها بشيفت سولف او ممكن تفكها كايكويشن، لما تفكها يعني توصل لحد هنا هتبدا تفكها بقى، تضرب بقى. يعني فكره 6 مش 60 دي 6 مش 60 لانه مستحيل اصلا تطلع 60 ماشي. طيب فهتطلع بالشكل ده ماشي، هي 6. فالمهم لما تيجي تحسبها هتطلع معاك المعادله دي يعني معادله تربيعيه. لما تيجي تحلها بالحاسبه يطلع لك ليها حلين لانها من الدرجه الثانيه، يا اما 10 يا اما 15. بعد كده لما تيجي تطلعها يبقى اكيد ار1 يا اما 10 يا اما 15. ليه؟ لان انت هتعوض هنا، فلو ار2 كانت ب 10 يبقى ار1 15، ولو ار2 كانت ب 15 فار1 هتبقى ب 10. فالاثنين صح ماشي. طيب تيجي بقى لفكره يعني بلدي كده شويه، يعني ايه بيربطها لك بايه؟ بهندسه ثالثه ابتدائي ماشي. فتعالى برضو احنا ايه ناس يعني ايه ما يهمناش اي حاجه ماشي. طيب بص يا سيدي دلوقتي لو انا معايا شكل معين ايا كان الشكل ده، قلت لك خد يا عم الحاج وصل لي الطرفين بتوع الدايره بتوعي، وصلهم لي بنقطتين في الشكل ده بحيث يدوني اكبر ريزيستنس او بحيث ان انا ايه يديني اقل كارنت. ما هو اكبر ريزيستنس يعني اقل كارنت ماشي. في حاله انت بتعمل ايه بقى؟ بتوصل البطاريه دي بقى كورس زي ايه سايد with largest resistance، توصلها بس اللي هو ايه اكبر ريزيستنس. يعني ايه؟ بص يا سيدي دلوقتي انا موصلك اهو، ادي شكله اهو. عيدها تاني بص كده، ادي شكله اهو.
قلت لك دي 4 ودي 6 ودي 12 ودي 20. انت في الحاله دي عايز توصل باكبر حاجه. اكبر حاجه يعني ايه؟ بص يا سيدي، لو انا وصلت بالفور دي ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان الكارت هيجي يخش هنا، يطلع من هنا، يطلع من هنا، شكرا. فبالتالي الريزستنت اللي هنا صغيره، فالمفروض التوتال ريزستنت المفروض تبقى اقل من 4. لازم حتى لو هتبقى اقل من 4. لكن انا هدفي ان انا عايز اوصل لريزستنت كبيره، فما ينفعش اوصل هنا. طب اوصل لايه؟ بص يا سيدي، اعتبر ان دول مع بعض سيز. 12 بلس 6 هيديك ايه؟ 12. وهنا 20 بلس 4 24. يبقى انت هدفك توصلهم من فين؟ بدل ما توصل هنا، هتروح توصل ازاي؟ بص كده معايا، هتوصل كده، توصل بين النقطه دي والنقطه دي، وتحط البطاريه بتاعتك هنا. ده يديك كده اكبر توتال ريزيستنس. ماشي؟ طيب غير كده هيديك اقل من كده. طيب في طريقه ثالثه، كان ممكن انت توصل ما بين دي ودي، صح؟ ما بين النقطه دي. تعالى نرسم بلون تاني. لو انا حبيت اوصل ما بين هنا وهنا، هتلاقي ان دي 6. خلاص احنا هنمسح دي. هتلاقي انت معاك ايه؟ بص كده، لو مسحنا دي، لو انا وصلت بالاتنين دول، بص كده اهو، ادي البطاريه اهي، رحت وصلتها كده. هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ هنا اهي 6 و4 يدوك مع بعض كام؟ هيدوك مع بعض 10. ال 10 دي المفروض الريزستنس التوتال ريزستنس هتبقى اقل من 10، فده مش هينفع معانا. عشان كده انا اخترت ايه؟ الحل الصح. طيب تاني حاجه بيقول لي ايه؟ the smaller the distance of the shape the large current. يعني ايه؟ بمعنى اخر large current، يعني انا عايز اقل ريزستنس اللي تدخل لي اعلى كرنت. في الحاله دي برضو هعمل ايه؟ هروح اوصل باقل ريزستنس فيهم. اقل ريزستنس فيهم ليه؟ لان هتوصل بارل مع اي حاجه عموما، وفي حاله البارل لازم يكونوا حتما لابد ان اقل ريزستنس التوتال بتاعتهم بتكون اقل من اقل ريزستنس. طيب كلام جميل. تعالى بقى الفكره الثانيه. لما انا معايا واير توتال ريزستنس بتاعته ار، ماشي، فورمد انتو ايه؟ سكوير. عمال شكلته كده على هيئه سكوير. طيب قال لك اتش سايد از كالكوليت فروم ذا ايه؟ ريليشن ان السايد بتاعها ار اوفر 4. ار اوفر 4. طيب 3 when a wire total resistance R is formed into a rectangle whose length كام؟ is twice its width. ماشي؟ يعني هو اللينس بتاعه، انت عندك عارف الريكتانجل عليه لينس وليه ويدث، فلما يكون الويدث بتاعه اللينس بتاعه توايس الويدث، في الحاله دي تعمل ايه بقى؟ خلاص هي الرسم بتاعته كلها 4. فانت هتجيب الار بتاعت الويدث الاول. ازاي؟ هتقول ار اوفر 6. طيب وبعدين هتجيب الويدث. خلاص جبت الويدث، تعرف تجيب الايه؟ الار بتاعت اللينس، ان انت تجيب 2 تايمز الار بتاعت الويدث. طيب في حاله ان هو اتشكل على هيئه تراينجل، في الحاله دي تعمل ايه بقى؟ بتقول ار اوفر 3. ار اوفر 3. طيب تعالى بقى ايه؟ 5 when a wire of total resistance R is formed into a circle. انا بقى شكلته على هيئه سيركل. في الحاله دي تعمل ايه؟ بص يا سيدي، اول حاجه انت عايز تعرف، ناخد مثلا اول حاجه ايه؟ خلينا في نص دوره. لما انا اوصله في النقطه دي والنقطه دي، فاللي فوق قد اللي تحت، صح؟ طيب هو اصلا كله ار، صح؟ فاللي فوق هيبقى نص ار، واللي تحت هيبقى برضو نص ار، صح؟ ايوه. طيب خلاص استخدم بقى القانون بتاع البارل. طبعا هما الاثنين قد بعض، فنص النص هيطلع لك ربع ار. دي سهله وبسيطه. ماشي. تاني حاجه مثلا ناخدها في حاله ربع دوره. طيب يبقى انت معاك ده ربع ار، والباقي ده ايه؟ 3/4 ار. برضو بعد كده تروح تستخدم القاعده بتاعتك. طيب في حاله بقى ادالك انجل، الانجل هي 120. هي طبعا سهله دي، ال 120 تعتبر تلت الدوره. انما انا مثلا لو هو اداني زاويه، اي زاويه عموما، في الحاله دي بتعمل ايه؟ بتجيب الزاويه دي اوفر مين بقى؟ اوفر 360. فالانجل اللي طلعت لك دي هي اللي بتعوض بيها. ماشي؟ فهنا مثلا 120، تعال نعوض كده. ف 120 اوفر 360 تطلع لك بكام؟ تطلع لك
1 اوفر 3. فده بتعوض. طب ده 1 اوفر 3 يتبقى لك كام من باقي؟ يتبقى لك 2 اوفر 3. طيب انت حسبتها ازاي؟ انت المفروض ال 120 دي 120 دي طلعت كام؟ تلت الدوره. طيب هيتبقى لي كام من الدوره كلها؟ اعمل 1 ماينس اللي طلع لك ده بس وخلاص، يجي لك الايه؟ الباقي. طيب وبعد ما جبتهم خلاص عوض في الرول بتاعت البارل يطلع لك زي ما يطلع. خلاص انت كده ايه؟ حليت المشكله. اخر حاجه عندنا النهارده analysis circuit using point method. انا هخش على المثال على طول عشان المثال بيفهم اكتر من ان انا اقعد اقول لك نظري على الفاضي. بص يا سيدي، تعالى بسرعه كده نحلها بطريقه النقط. طريقه النقط بتبقى لذيذه في المسائل زي دي، بتسهل لك الدنيا خالص. بص معايا كده، انا عندي هنا هسمي اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم دي هنا 1 طالما ماشي في سلك 1 لقيت ريزيستنس في وشي اروح اكتب رقم جديد 2. ما لقيتش ريزيستنس يبقى زي ما انا 2. ما لقيتش ريزيستنس يبقى انا 2. لقيت ريزيستنس اروح اكتب رقم جديد 3 وانا ماشي. ما لقيتش ريزيستنس يبقى انا لسه زي ما انا 3. هنا برضو انا لسه 3 وهنا برضو انا لسه 3. هنا برضو لسه 3. لقيت رقم ريزيستنس يبقى ايه؟ اطلع حاجه جديده يبقى 4. ماشي. دي 2 يبقى هنا برضو انا 2. دي 2 انا برضو هنا انا 2. ماشي. بس يا سيدي بعد كده تروح ترص بقى. ارص ايه؟ 1 2 3 4. ماشي. بعد كده شوف 1 مع 2 ايه اللي متوصل؟ 6 يبقى هنا 6. بعد كده 2 مع 3 في ايه؟ ادي هنا 2 مع 3 في 10. ماشي. و2 جنبها 3 ما بينهم 60. وهنا 2 مع 3 يبقى ايه؟ 12. بس يا سيدي بعد كده 3 مع 4 هم جنب بعض ب 22. ماشي. طيب في ريزيستنس انا ما كتبتهاش؟ لا كله محطوط وزي الفل. طيب تعالى دول مع بعض، دول ايه؟ بارل صح؟ هتعمل ايه بقى؟ تروح تحسبهم. هتقول ايه؟ 1 اوفر ار ايكوفالنت ايكوال 1 اوفر 10 بلس 1 اوفر 12 بلس 1 اوفر 60. هيطلع لك رقم ماشي حوالي 1 اوفر 5. طيب ده 1 اوفر ار ايكوفالنت. طب لما نقلبها تبقى الار ايكوفالنت بكام؟ يبقى دول كلهم كده يطلعوا لي 5. يبقى انا هكتب رقم جديد، يبقى دول كلهم كده هيطلعوا لي ايه؟ ب 5. ماشي. طيب ال5 دول مع بعض كده يبقوا ايه؟ سيريز. ماشي. 5 بلس 6 يديك كام؟ 11. 11 بلس 22 يبقى 33. بس يا سيدي يبقى انا كده ايه؟ حليت السؤال ده. تعالى السؤال اللي بعده. يلا وقف الفيديو وحاول تحله لوحدك وتعالى نشوف هنحله مع بعض ازاي. بص يا سيدي، اول حاجه برضه هنستخدم طريقه هو عايز لين ايكوفالنت ايه؟ ريزيستنس اوف ذا الكتريك سيركت. بص اول حاجه هروح اكتب هنا ايه؟ ادي هنا طلعت من هنا 1. ماشي. لقيت ريزيستنس وبكتب 2. ابقى اشيلها دي في المنتهى قوي. طيب 2 الحمد لله. نيجي هنا هتلاقي هنا برضو ايه؟ دخلت هنا انا برضو زي ما انا 2. لقيت ريزيستنس اروح اكتب 3. ماشي. طيب بعد كده مشيت زي ما انا 2 صح؟ ال 3 دي بص لو طلعت فوق هلاقي زي ما انا، يبقى انا زي ما انا برضو 3 لان انا سلك، يبقى هنا برضو 3. ماشي. طيب هنا انا زي ما انا 2 صح؟ لقيت ريزيستنس يبقى انا رقم جديد 4. طيب نكمل. انا زي ما انا 4. 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 طيب في اي مقاومتين ما لهمش ارقام جنبهم؟ لا، كل ريزيستنس جنبها رقمين. ماشي جميل كده. تعالى بقى نكتب بقى. ادي 1 2 3 4. بص يا سيدي اول حاجه ال1 وال2 في 5. ماشي. ال2 وال3 عندي 2، واحده ب6 واحده ب12. ماشي. بعد كده 3 وال4 انا عندي هنا ب80 وعندي
ادي 3 وال4 عندي 20. عندي 2 4 في 2 ادي 2 4 ب 60 وعندي 2 و4 15. لا 2 و4 2 4 ماشي، يبقى هنا 4 فهو عايز ما بين 2 و 4 دي 20. يبقى انا دي تي 2 و 4 عندي 60 وعندي 2 و 4 برضه 15. طيب في حاجة تاني؟ لا كده خلاص. طيب يلا نمسكها واحدة واحدة. يلا أول حاجة 6 مع ال 12 هيدينا 4 خلاص حفظناهم، لأن 6 نص ال 12 يبقى التلت الكبير تلت ال 12 بفور. طيب هنا ال 20 مع ال 80، ال 20 هي عبارة عن ربع ال 80 يبقى خمس ال 80. 80 على الخمسة يطلع لك كام؟ 14 صح كده؟ يبقى دول ب 14 ماشي. تعال نتأكد برضو. اهي 80 على 5 بيساوي، لا طلعت ب 16. 16 صح، يبقى احنا كده ايه نستخدم الحاسبة، يبقى 16 ماشي. طيب ال 16 مع الأربعة دول مع بعض ايه سيريز، طلعوا لي ايه 20 يبقى دول 20 ماشي. طيب ال 20 مع ال 60 دول بارل صح، وفي 15 مع، بس تعالى امسك لي ال 20 مع 60. ال 20 عبارة عن ايه؟ عبارة عن تلت ال 60 صح؟ يبقى ربع الكبير. 60 على 4 يديك 15، يبقى دول مع بعضهم خلاص الغي 60، يبقى وصل واحدة بس ايه ب 15. 15 مع 15 دول مع بعض ايه بارل ماشي، يبقى نص واحدة فيهم ب 15 على الاثنين اللي هي 7 ونص، يبقى دول مع بعض كلهم 7 ونص ماشي. مع الخمسة سيريز يبقى 12 ونص، مع الخمسة بلس 7.5 يطلع لي 12 ونص. طريقة لذيذة وجميلة. آخر سؤال برضو هو عايز الايكوفالنت ريزيستنس. هعمل ايه؟ برضو نفس الفكرة، اسمي 1 اطلع من هنا لقيت ريزيستنس يبقى اكتب 2، الحتة هنا دي 2، هنا تبقى 3، وهنا اكمل هنا يبقى انا 2 زي ما انا، هنا انا 2 زي ما انا، لقيت واحدة جديدة يبقى اكتب 4 زي ما انا 4 زي ما انا 4 بس يا سيدي. اروح اكتب بقى انا عندي 1 2 3 4، ما بين 1 و 2 عندي 2.5، وما بين ال 2 وال 3 عندي 5 هنا تحت وعندي 5 هنا فوق، هما الاثنين دول دي ودي. طيب ما بين ال 3 وال 4 عندي 2، عندي 5 وعندي 5، وما بين ال 2 وال 4 عندي 5 عندي 5. طيب بس كده سهلت بقى، 2 قد بعض يبقى 2 ونص. تعال نكتب لون تاني، الاثنين دول مع قد بعض يبقى 2 ونص، الاثنين دول مع بعض قد بعض يبقى 2 ونص، دول مع بعض هيطلعوا سيريز يبقى 5. ال5 اللي طالعه لي دي مع ال5 دي بارل يبقى نصهم 2.5. ال 2.5 مع دي هتبقى سيريز يبقى 2.5 بلس 2.5 تطلع لي 5، ودي هي الإجابة النهائية والصحيحة. وبس يا سيدي، هي دي الفيزيكس.